كارنيجي بيقول إن المخ نفسه كعضو يعني مش بيتعب بسهولة من الشغل الذهني. المخ لا يكل. التعب اللي بنحسه ده غالباً بيبقى نفسي أو عاطفي أو حتى، ودي غريبة شوية، جاي من الملل. فكرة إن الملل يتعب دي تبان غريبة، بس منطقية برضو. كأن العقل مش لاقي حاجة تشغله فبيتعب. طيب لو القلق بالخطورة دي وتأثيره واصل لكده، إيه أول مبدأ كارنيجي بيقدمه لينا عشان نواجهه؟ يمكن أشهر وأقوى مبدأ عنده هو فكرة عش في وحدات يومية محكمة الغلق. الفكرة دي هو استلهمها من طبيب مشهور قوي اسمه السير ويليام أوسلر. أوسلر قال إن سر نجاحه وقدرته يتعامل مع الضغوط إنه بيعزل يومه، يفصله تماماً عن امبارح وبكرة، زي السفينة الكبيرة اللي متقسمة أجزاء، لو جزء غرق الباقي يفضل سليم. تشبيه قوي فعلا. كأننا بنقفل باب حديد على الماضي بكل همومه، وباب تاني على المستقبل بكل قلقه، ونركز كل طاقتنا وحواسنا على النهاردة. الكلام يبان بسيط، بس تطبيقه أكيد محتاج مجهود. هو محتاج تدريب